السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده حلقة جديدة هنتكلم عن الجيم، هنتكلم خاصة عن الناس اللي لسه نازلة أول مرة الجيم تعمل ايه. فممكن بقى تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان خاطر يوصل لك كل جديد، ويلا بسرعة عشان تخش في الموضوع على طول. الناس اللي لسه نازلة الجيم جديد بتبقى محتار، انت مش عارف تلعب ايه، يعني هل تنزل كده؟ في ناس بتنزل تعمل ايه، تقوم رايحة واخدة الكوتش اللي في الجيم تقول له انا لسه نازل، يقوم واخده مديله 3 ايام جنرال. حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها جنرال. انت لسه نازل الجيم، يعني انت بتبص لقدام، ده الاساس بتاعك. اول اسبوع او اول فتره الجنرال دي انا بالنسبه لي هي اهم فتره. في ناس ممكن تلعب جنرال شهر حقيقي مش 3 ايام. اصل الجنرال ده هو الاساس اللي تبني عليه لبقيه حياتك. يعني انت لو اتمرنت 10 سنين فانت الاساس بتاعك هو في فتره الجنرال. فالمهم انا بفضل فتره الجنرال انك تخليها مثلا اقل حاجه اسبوعين، اقل حاجه ما مش اقل من اسبوعين، ممكن شهر كمان. وتلعبها ازاي بقى؟ دي هي الفكره. يعني في ناس تقوم داخله ايه، يقوم ملففوا على الاجهزه كلها، يلعب يعتبر فول بادي في فتره الجنرال وبس كده خلاص، وخش اتمرن بقى وتصاب واعمل اللي انت عايزه. طبعا مفيش الكلام ده. هقول لك الصح، اول اسبوع احنا هنتكلم، انت هتلعب جنرال اسبوعين. اول اسبوع انت بتنزل تلعب فول بادي، اوزان خفيفه جدا، فممكن تلعب يومين او 3 ايام فول بادي، بعد كده تريح تمام، بعد كده تنزل تاني تلعب بقى فول بادي برضو، بعد كده تريح. فالجنرال هيبقى عامل ازاي؟ هتنزل اول اسبوع لا هنتكلم ممكن تلعب ابر اند لور او تلعب البوش اند بول اند ليجز، بس احنا في الاول ممكن تلعب فول بادي اول 3 ايام، بعد كده تاخد بريك، بعد كده تنزل. احنا كده بنتكلم كنا في اول اسبوع، مثلا لعبت سبت حد 2 فول بادي، ريحت 3، قدامك 4 5، هتنزل تلعب لو هتلعب بوش اند بول اند ليجز او هتلعب ابر اند لور. فهنتكلم في حاله الابر اند لور. لو هتلعب ابر اند لور فانت بتنزل تلعب ابر الجزء اللي هو اللي فوق العلوي كله، تلعب تشيست، تلعب ظهر، تلعب كتف، تلعب ارم، كل ده يوم الابر. تيجي اليوم اللور تلعب الجزء السفلي بتاعك اللي هو الليج بتاعتك بقى، واللور باك اللي حطه مع الجزء السفلي. فده التقسيمه. الاوزان في الحاله دي تبقى مهمه، والمدى الحركي الموبيليتي بتاعتك. يعني اول يوم انت ما تحاولش تجيب اخرك كده، اللي هو عارف تجيب مثلا تلعب، مثلا هنتكلم تلعب دمبل بريس، مش اللي هو بقى ايه عارف تنزل الاخر كده، هتتمزق وهتوجع كتفك وهتقطع شيستك. وفي الحاله دي انت بتنزل سنه سنه لحد ايه، يعني ما تدوس على نفسك في المدى الحركي، انزل المدى اللي انت مستريح له. ومع الوقت المدى الحركي ده بيزيد، يعني انت مع الوقت لا بيبقى عندك فلكسبيليتي احسن من بدايه طبعا انت تدريب. فبالتالي خد اول فتره، اول اسبوع على الهادي كده، اول 3 ايام اوزان خفيفه جدا، تنزل بعد كده تلعب الابر اوزان معقوله، خلص اللور اوزان معقوله. الاسبوع اللي بعده كمل بقى ايه ابر اللور، او لو انت عايز تلعب بوش اند بول اند ليجز يبقى بوش بول ليجز، تريح يوم، بوش بول او ليجز. يعني تتمرن 5 ايام في الاسبوع، انا بشوفها كويس، او 5 ايام وتريح يومين، يبقى 3 ايام تريح يوم، طول يومين تريح يوم. اهم حاجه 5 ايام في الاسبوع، اكتر عن كده انا شايفها مش كويسه في الاول. فالمهم هنتكلم في حاله انت بتلعب ابر اللور، يبقى ابر لور تريح، ابر لور تريح، وهكذا. طب هتلعب بوش اند بول ليجز يبقى بوش بول ليجز ريح، او بوش بول ريح، تنزل بوش بول ليجز، فاهمني؟ يفضل هو بوش بول ليجز تريح يوم، بوش بول. فيبقى انت كده ريحت البوش اللي انت لعبته في الاولاني ده، عايزه يومين راحه. فترات الراحه باختصار، فترات الراحه العضله الكبيره حاول تخلي ما بينها يومين عشان خاطر تلعبها تاني. يعني ما ينفعش اتمرن النهارده شيست كريح يوم، بعد كده العب بعد بكره شيست تاني. انت لسه الريكفري مش احسن حاجه، وخاصه ان احنا مش بناخد محسنات اداء. لو انت ما بتاخدش محسنات اداء فمش هيكون احسن حاجه. فممكن تبتدي على الهادي جدا، تتمرن العضله الكبيره تخلي ما بينها يومين، العضله الصغيره تخلي ما بينها يوم كفايه. يعني مثلا العضله الصغيره زي الارم، الدراع بتاعك الباي والتراي دي عضله صغيره، فممكن 24 ساعه 48 ساعه يكون كويس جدا. العضله الكبيره في عضله زي الظهر، في ناس تحس اللي هي مهما يتمرن ظهر بيبقى محتاج ريكفري مش اقل من 72 ساعه، مش 48، 72 3 ايام عشان خاطر يحس ان ظهره اتعمل له ريكفري كويس. خلي بالك اهم حاجه يعني ما تركزش تقولي انا هجيب مكملات، ولا بص الاساس بتاعك هو المهم، انك تتمرن كويس جدا، تاكل كويس جدا، تنام كويس جدا. غير كده اول سنه انت مش محتاج اي حاجه تاني، تمرين، اكل، نوم، وانك تلعب وانت بتتمرن التركيز، انك تعمل الكونكشن ما بين المايند والماسلز، ان انت رابط عارف اي عضله اللي انت بتحس بيها، بتحس انت بتلعب العضله ازاي، تحس بالالياف وهي بتتحرك جوه العضله. بس كده يا سيدي، ممكن تعمل لايك وسبسكرايب للقناه عشان خاطر نكمل السلسله بتاعتنا، هنتكلم مع بعض وهنحاول نعمل ترانسفورميشن، نشتغل ترانسفورميشن مع بعض، نشوف الدنيا هتمشي ازاي مع بعض. بس كده يا سيدي، كان معكم مروان زين، السلام عليكم ورحمه الله.